معجزين عن الشبهة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رسول الله ينقل هذه الليلة ليلة 16 من رمضان عمل، يقول هذا العمل إذا تعمله عجيب وغريب آثار به يا ناس، كلام إمام معصوم. هذا العمل أولا تخرج من قبرك وأنت ريان، ريان هذا الذي مرتوي من المي، اللي واحد شاربنا مي بارد ومرتوي من المي لو تخليه بالشمس يدخل الشمس ويطلع ما يأثر عليه الشمس أصلا، ما يحس بالحرارة، مرتوي ريان، ريان جسمه. هذاك اليوم الذي طوله 50,000 سنة، هذا اللي يعمل عمل هذه الليلة يطلع من قبره ريان مرتوي. زين، بعد كلام أمير المؤمنين يقول ويكرر كلمة لا إله إلا الله، يعني يشهد لأهل المحشر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هو في هاي الحالة يجون الملائكة فيؤمر به، يعني الله يأمر الملائكة به فيؤمر به أن يدخل الجنة بغير حساب. عظيم، لا حساب لا كتاب لا موازين لا كل مشكلة ما عنده، يشيلوه من قبر يخلوه بالجنة. منو هذا اللي هالليلة يعمل هذا العمل؟ هذا العمل ايش قد ياخذ وقت اخوي؟ 40 دقيقة. 40 دقيقة، جربوا شوفوا، خلي ساعة قدامك. عمل هالليلة عمل سهل، 12 ركعة صلاة، كل ركعتين بتشهد وسلام، كل ركعة بعد الحمد تقرأ سورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذا واحد ما حافظها يقدر يقراها من القرآن، يقدر يكتبها على ورقة يأخذها بيده يقراها. سورة التكاثر خلي ساعة قدامك، شوف تاخذ ربع دقيقة وقت، يعني 12 مرة تكررها في 3 دقائق. دقيقة من سورة الحمد والركوع والسجود، كل ركعة تاخذ 4 دقائق وقت. مجموع هاي الصلاة بين 48 إلى 50 دقيقة تاخذ وقت بس. ولكن هذا الثواب العظيم، الإمام حجة الله وعده حق، وعده وعد الله، يقول من صلى هذه الصلاة خرج يوم القيامة من قبره ريان، وينادي بشهادة أن لا إله إلا الله حتى يؤمر به إلى الجنة. عظيم هذا الكلام، فيدخل الجنة بغير